السلام عليكم. واحد يروح للزيارة يشتري له قرآن أو يهدون له قرآن، أو هو شايل بجيبه قرآن، زين يقول أنا أصير أطب للتواليت والقرآن بجيبي؟ نعم يا عزيزي يصير، يجوز بتعبير الفقهاء، يجوز أن تدخل بيت الخلاء والقرآن بجيبك. تقول أنا شلون يعني تقنعني يعني بأنه ممكن؟ عزيزي أنت مو حافظ من القرآن بعض الآيات؟ مثلا أم الكتاب الفاتحة، الفاتحة مو تصلي بصلاتك ولا أنت تصلي لو ما تصلي، حتى ما يصلي حافظ الفاتحة، حافظ البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، أنت مو حافظها بداخلك ولا جاء حافظها وحافظ قل هو الله أحد الله الصمد، هاي هم حافظن اثنينهن. زين هذا من الطب للتواليت حتى تقتنع يا عزيزي، دليل عقلي. من الطب للتواليت تسوي لهن كبي باست، مسح، عفوا ديليت، تسوي له ديليت، تمسحهن، ديليت تسوي لهن؟ لا يا عزيزي ما تمسحهن. تقدر واحد هسه يطب للتواليت ويطلع ناسي كل شيء؟ ماكو، ترى ماكو هيك خلاف العقل. هو يا اخوان الاعزاء يقول اني القرآن اشتريه وشلون يصير ادخل للتواليت؟ لو ما يصير ادخل للتواليت بي، نعم هو بجيبك ادخل للتواليت ماكو مشكلة، اي ما بيها مشكلة. نعم بعد المحبس، هذا المحبس يعني هذا المحبس عندي وين اخليه عند صاحبي لو ادخل بيه للتواليت؟ نعم يا عزيزي ادخل بيه للتواليت وحاول ان لا انت تشطف بيه، تريد تضمه بجيبك ماكو مشكله، خليه باليمنى اذا انت تشطف باليسرى، خليه باليمنى، هسه مو هاي يمنى، خليه باليمنى وشطف باليسرى، ما بيها شيء، ما بيها شيء عزيزي، تدخل والقرآن بجيبك ماكو مشكله، لان مثل ما قلت لك انت حافظ الفاتحه وحافظ قل هو الله احد الله الصمد، هذه ايات من تدخل المرافق شلون تمسحين؟ ما تقدر تمسحن يا عزيزي. اي نعم، فماكو مشكله دخولك بيدك القرآن تخليه بجيبك وتدخل للتواليت، حتى للحمام تخليه بجيبك تحافظ عليه حتى لا يلوح فد شيء، وتعلق الدشداشه او ملابسك اللي بيهن القرآن وتسبح داخل الحمام، ما اكو مشكله يا عزيزي. وفقكم الله، سددكم الله على الصحيحة التي لا تجلب لكم الذنب أو الإشكال إن شاء الله. نعم، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.